محترفين شبه تعطيهم اعلامي لو لسه ما اخذت قرار؟ ان شاء الله اليوم او بكره راح تعرفونهم. اليوم او بكره. بس اللي احب اقول انهم لاعبين دوليين في منتخباتهم يعني مراكزهم من الثمانية والعشر الاوائل في كاس العالم، منتخبات اوروبيه. فان شاء الله البطوله لازم تجتهد، يعني كل الفرق جايه تشتغل، احنا نعمل اللي علينا ان شاء الله والله يسوي اللي فيه الخير. يعني 4 شهور 5 شهور اعداد، ان شاء الله نستمر بنجاح ان شاء الله. كلمه واحده، يعني احنا اللي اذا بنحقق البطوله او البطوله بتجي، يعني بس رساله احب اوجهها. اللي بيجيب لنا البطوله هو جمهورنا. تاثير الجمهور لما يكون عندي 7000 6000 مشجع في الصاله، يعني ما اعتقد ان اللاعبين ما كان يروح عندهم حس او احساس بالناس اللي تعبانه علشانهم. انا عارف الجمهور متعطش وحنا متعطشين، فجمهورنا هو اللي بيجيب لنا البطوله، انا متاكد من هالشيء ان شاء الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله كان استعداد اكثر من جيد، كان حضور اللاعبين، تفاعل اللاعبين، كان هذا الاستعداد جاء من بعد نهايه الموسم الماضي. الكابتن عبد الجليل عرض برنامج فردي خاصة في الفترة بعد انتهاء الموسم الماضي، فردي لبعض اللاعبين حتى يحافظوا على اللياقي، المستوى اللياقي لهم والفني، سواء عن طريق الحديد تقوية أو عن طريق المضمار، وبعدها في حتى لا يبعد عن الجو الفني، هو لعبة ترفيهية أو شيء. استمر العمل أو الإعداد بعد في رمضان، كان في تجاوب أكثر من ممتاز من اللاعبين من ناحية الحضور، من ناحية التفاعل، من ناحية الجدية. تواصلنا عن طريق تطبيق البرنامج المعد من قبل الكابتن عبد الجليل، كذلك دخول بعض لاعبي الشباب حتى يسد النقص الحاصل اللي كان فيه بعض لعيبة المنتخب. يعني اللي ينقصنا ان احنا يكون فيه التجارب او المباريات التي تكشف مدى استعدادنا. الحمد لله توفقنا انه يكون في معسكر حتى يلم الفريق اكثر، حتى يظهر مدى استعدادنا للبطولة والاستفادة الفنية الكبيرة اللي نرجوها من المعسكر. نتمنى حتى الجمهور يعني إن ما يبخل، واحنا يعني عارفين الجمهور متعطش له البطولة، أنه لازم يحط الثقة الكاملة في اللاعبين. السنة في اختلاف كلي من ناحية الإعداد، من ناحية الرغبة من اللاعبين، وخاصة بطولة ليست سهلة، يعني نظرا تواجد فرق لها باع طويل في البطولة ولها متمرسة، زائد تسلحها باللاعبين المحترفين أو الإعارات. هذا يمكن ينقصنا احنا، ممكن على حسب الدولة المقيمة أو في التجنيس، لكن هذا الحمد لله أن احنا حاطين في الحسبان ان احنا بل موجود بالشباب دول، ان احنا قادرين ان احنا نحقق طموحات البلد والمسؤولين، لكن هذا يحتاج عمل ثم عمل ثم عمل. فنتمنى من الجمهور ان يدعمنا اكثر سواء في التدريبات او المباريات، واتمنى للجميع التوفيق، وان شاء الله بيكون لقاء اخر اذا الله ان شاء الله بيكرمنا بتحقيق البطولة. شوف هذا من هذا، شوف أعطيك نقطة، يعني الحمد لله أن مثلا كنت شفت الحركة دي ممكن جات من الروح العالية اللي احنا نتمتع فيها كفريق، سواء من جهاز فني أو لاعبين. هذا يجير وهذا واحد ثاني بعد. السلام عليكم. تعال ها بتشيل، تعال في لاحق ها. توفيق. هلا هذا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الإعداد كان جيد ممتاز جدا، يعني بدينا بفترة، يعني أخذنا فترة طويلة، كان إعداد بدني
على المدرب. الحمد لله يعني كل اللاعبين كانوا متواجدين ومؤدين في التمارين، يعني بحضورهم بأدائهم في تطور كبير صراحة من العام إلى السنة، في تطور كبير وملحوظ. فيعني متفائلين خير بالنسبة للأعداد البدني، باقي لنا تحضير داخل الملعب ينقصنا، فعشان كذا احنا طالعين معسكر مع المباريات يعني نكون على قد المستوى يعني. والله طبعا اي لاعب يعني يأثر، يعني المفروض وجوده يعني مع الفريق وتواجد معانا فترات طويلة، يعني وجوده كان بيكون مهم، ولكن هذا شيء خارج عن إرادتنا. شفت روح الفريق موجودة؟ شفناها طبعا فرق كبير صراحة زي ما قلت لك في البداية. يعني بالنسبة للعام والسنة أنا ما أبغى أتكلم يعني أقول إنه يعني عشم الناس، ولكن في فرق كبير جدا. كيف تشوف حظوظ الفريق في البطولة؟ والله طبعا ما استضاف نادي الخليج بطولة آسيوية إلا بعينها على المركز الأول، فإن شاء الله على الإعداد إن شاء الله اللاعبين الأجانب يكونوا على قد المستوى، فإن شاء الله ربي يوفقنا ونحقق البطولة إن شاء الله. لاعبين المنتخب متى راح ينضمون لكم؟ والله تقريبا آخر أسبوعين لآخر 10 أيام بس قبل البطولة بس. بالتوفيق إن شاء الله. والله البطولة قوية، بس إن شاء الله راح ننافس على اللقب إن شاء الله. والله هذه بطولة تعتبر يعني البطولة الثانية بعد بطولة كأس العالم. إن شاء الله يعني تكون حظوظنا زينة فيها، وإحنا هذه يعتبر لنا هذه مشاركة شرف لنا إن شاء الله إن نمثل الفريق وخير تمثيل إن شاء الله نكون حسن ظن جماهيرنا إن شاء الله. والله أعتقد إنه بدري إن إحنا نقدر نقيم حظوظ الفريق، لكن اللي أشوف إن شاء الله راح نكون قد المسؤولية وراح نحاول نقدم اللي نقدر عليه، وإن إحنا نسعد الجمهور إن شاء الله. غياب منصور أكيد إنه مؤثر، لكن أعتقد إن البديل راح يكون موجود. هو ظروفه ما ساعدت إنه يكون موجود مع الفريق، لكن أكيد إنه قلبه مع الفريق، وهذا الشيء إحنا لامسينه من تواجده معانا أغلب التمارين يكون متواجد، وإن شاء الله إنه يكون معنا بعد البطولة. استعداد كويس إن شاء الله، استعداد قوي يعني كان مدة شهرين تقريبا، شهرين إلا يعني في جدية يعني في التمارين أفضل من كل سنة، وكانت التمارين كويسة وقوية مع المدرب جليل بحناني، وإن شاء الله يعني يكون اللاعبين مستعدين. والله هو طبعا منصور لاعب مؤثر صحيح وعزيز علينا، بس يعني عمر الخليج ما يتأثر بنقص، يعني ما يعتمد على أسامي الخليج بمن حضر على قولته. أي يعني مساندة الجماهير يعني والناس، وإحنا عازمين يعني على البطولة نحققها لسيئات، خصوصا من زمان ما حققنا لا بطولة لا داخلية ولا خارجية، فإن شاء الله يعني إن شاء الله تكون حظوظنا كويسة. وش يعني لك مشاركة في أول بطولة آسيوية يعني على مستوى القارة؟ والله أكيد يعني شيء كبير، الواحد أي لاعب يتمناه، يعني اللاعب يطمح له، وإن شاء الله نكون يعني نحن مستعدين كويس ونكون عن حسن ظن الناس ولا نخيب. إعدادات الفرق الثانية كلها طيبة، وأتوقع أن البطولة راح تكون قوية، صعبة تخمن من راح يكون الأول من راح يكون الثاني حتى في المجموعات. فماني استعدادنا ممتاز، جاهزين إن شاء الله. اللي يلعب أفضل راح يحقق المراكز. يعني احنا من عد سواء كان عرفنا بالمحترفين أو ما عرفناهم، بس إن يعني بما أنهم ما بيعدوا معانا بحكم أنهم لاعبين كبار وبيجون متأخرين، فاحنا ما بتفرق معانا شيء يعني. بس إن هو شيء من صالح الفريق إن الفرق الثانية ما تعرف من هو لاعبين، أعتقد إنه شيء ممتاز من صالحنا.